سي قيس نحكيك على الافريقي بوان كوم مره اخرى بعد السنوات اللي فاتت شفت فيها الكلوب ورجعنا للسنة. تحذيرات، مساق التحذيرات كيفاش تشوفوا الامبيونس في الجمعيه بعد نهايه الموسم الفرد؟ مرحبا بكم. التحضيرات كما بداية أول موسم معروفة هي تحضيرات بدنية تعتمد خاصة على تجهيز اللاعب على المستوى البدني، لكن بنسق تصاعدي، يكون نسق ضعيف متوسط إلى نسق قوي، وهذا باش يبدا خاصة التحضير الجدي نهار الاثنين إن شاء الله كي نتنقلوا لحمام بورقيبة. الأجواء إلى حد الآن اللاعبين متعاونين، الرسائل تمر، لا أقول بسهولة كبيرة لكن قاعدة تمر الرسائل، وهناك تجاوب من اللاعبين، وتجاوب يدل على أنه خطاب المدرب يجد أذان صاغية، وهذا هو الحل بالنسبة لنا. نحن يجب أن نشتغل على ذهنية اللاعب، يجب أن نشتغل على إعادة ترميم المعنويات، والباقي كل مو صعيب لأنه نمتلك مخزون من اللاعبين قادرين على أنهم يفرضوا اللون في الميدان، لكن في غياب الروح، في غياب الذهنية، في غياب الثقة، المخزون هذا ما ينجمش تراه فوق الميدان. سنشتغل على الجانب الذهني يعني بصفة جدية. ظهر لي يا سي قيس تفسرني الراي انه مفتاح الموسم هذايا او دخول الموسم هذا يبدا من كاس تونس. بطبيعة الحال كاس تونس لا يكون مشاركة، نريد أن نذهب إلى المباراة النهائية، نريد أن نعود بالكأس إلى خزائن الإفريقي، لكن الأماني هذه يجب أن يكون وراءها عمل كبير جدا، ليس فقط من الإطار الفني لكن خاصة من اللاعبين، وعول على تجاوب اللاعبين، لأنه اللاعبين هم اللي يثمنوا عمل المدرب أو هم يفشلوا عمل المدرب. عندي فيهم ثقة كبيرة، وإذا كان الثقة هذه ترسخت ما عادش نخاف على النادي الإفريقي بإذن الله. أنا عندي نسبة كثيرة من التفاؤل. الكابوس المزعج نتاع الموسم الفارط ولن يعود بإذن الله. قاعد بكرة قدم محترمة جدا تتمتع بها الجماهير، وقاعد بأن يعود الإفريقي إن شاء الله فريق يخوف في التيران. هذا شيء نحب الكلوب ترجع تخوف، هذه أهم حاجة عندي أنا. قبل ما تكون عندها فنيات، قبل ما تفرج، نحب الكلوب ترجع تخوف، نحب قميص النادي يولي يخوف المنافسين، لأنه السنة الماضية الكل طمع في النادي الإفريقي بطبيعة الحال، لأنه وصلنا إلى مستوى جعل بقية الفرق تطمع في أنها تقارع النادي الإفريقي. سنحاول أن نعيد تقاليد الفريق الذي يخيف، الفريق اللي تهاب الناس سواء على ميدانه ولا البر إن شاء الله. جست انا اليوم على اللاعبيه الاجانب الكلوب الجزائريه خاصه مش موجودين، وقتاش يلتحقوا بالمجموعه؟ ما زالوا ما وصلوش بالطبيعه. ابراهيم الشنياحي مازال ما وصلش، الوافد الجديد بالخثير، وكذلك لاعب جزائري اخر تحت سن 23 سنه ما نستحضرش اسمه لحد الان، نزلت ما قابلتوش. المهم هذا التاخير بطبيعه الحال عنده فاتورته. اليوم احنا الانضباط هو عنوان كل شيء مهما كان اسم اللاعب. هناك يعني انا قلت فما ديزاتوريزاسيون ياخذوهم اللاعبيه بعد استشاره المدرب. الموعد كان بعد يوم العيد الاول، يوم العيد الثاني يكونوا موجودين، ما همش متواجدين اليوم الثاني على التوالي. لذلك سنرى ما يمكن ان نطبقه من خلال اللوائح الداخليه للنادي، النظام الداخلي للنادي بين اللاعبين وبين الاداره، وبطبيعه الحال على الاداره ان تطبق هذه اللوائح في تطبيق النظام الداخلي. تشعر المجموعه وان اللاعبين الكل على نفس المستوى من الاحترام ومن التقدير. وقتها يبدا العمل، وقت اللي يحس اللاعب انه الكلهم يتعاملوا سور لو ميم بلون ديغاليتي، ما عادش نحب ما يسمى بالانشقاق في حجره تغيير الملابس، الفستير وزمقري وتوانسه، واللي يلبس قميص النادي الافريقي اصبح ابن الدار ولا ولد النادي. لذلك نحبوا فيستير قويه، فيستير متلاحمه، اللاعبيه يغيروا على بعضهم، يغيروا على الشعار. لو 19 وال 20 وال 21 اللي ما همش كونفوكي يبداو يتمناوا في الربح للجمعيه، ما يبداوش يتمناوا الجمعيه انها تبرك خاطر ما همش كونفوكي. هذا نحاولوا نخدموا عليه، نتمنى انهم يعودوا بكل سرعه. انا نقول من بدا التحضيرات من اول يوم ويفرض نفسه هو باش يلقى روحه في الميدان. صح سي قيس. عايش خويا، بارك الله فيكم، مرحبا بكم.